السلام عليكم، انا ياسمين. النهارده بقى هنعمل وصفه لذيذه جدا جدا، ومعايا اي قطعه لحمه انت بتحبيها، اي قطعه لحمه بتحبيها تنفع جدا في الوصفه دي. انا النهارده هعمل فته، ومعايا كده ماسورتين حلوين كده يرموا العظم، فتحفه. عندي بقى قوطه وبصل وجزر، عندي هنا ورق لورا وحبهان ومستكه، فلفل اسود وملح. بصي يعني هي مش محتاجه اي حاجه، كل ده بيتحط على النار مع شويه ميه، وبيطلع لي احلى 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 شوربه للحمه بتاعتي. والمواسير بجد، المواسير يا جدعان بتبقى حلوه قوي. هنا حطيت حته سمنه، وكان في كده حته ليا كده، رحت حطاها مع السمنه. واحط اللحمه كده اشوحها، ديها تشويحه كده بسرعه بسرعه، علشان تبقى متحمره كده وحلوه ولونها حلو. وبعد ما نضيف الميه هتبقى جميله قوي. هنا بقى قلبتها على الوش التاني، بعد 4 دقايق قلبتها على الناحيه التانيه من اللحمه، علشان تاخد برده لون حلو قوي. هنسيبها كده تتشوح شويه شويه كده حلوين لحد ما تاخد لون. هو اللون مش عارفه، مش ظاهر لكم قوي في الكاميرا، بس هي خدت لون حلو مني. هنا بقى احط التوابل اللي قلت لكم عليها، اللي هي ملح وفلفل اسود، ورق لورا وحبهان ومستكه. المستكه دي تحفه يا جدعان، تحفه تحفه بجد والله. وهنا هحط بقى الطماطم والجزر والبصل. هشوح بقى المنكهات دي مع اللحمه كويس كده لحد ما ريحه التوابل تطلع كده ويبقى ريحتها لذيذه. وبعد كده بقى هنزل عليهم بميه سخنه مغليه، علشان تبدا ان هي تستوي معايا بسرعه، ما تاخدش وقت. فحطوا ميه سخنه تبقى احسن كتير. اول ما احط الميه بقى كده هديها تقليبه، وبعد كده هنزل بقى بالمواسير بتاعتي القمر الخطيره، اللي هتخلي الشوربه دسمه جدا وحلوه قوي قوي. المواسير بتودي حرفيا الشوربه في حته تانية بجد، فحطوها تبقى تحفه. دلوقتي انا قفلتها بقى وهسيبها حبه تستوي. استوت وبقت خطيره وخطيره، كانت بجد بجد خطيره. بصوا بقى الدسمه طالعه على الوش كده، وكانت تحفه. هنعمل بقى شويه رز للفته القمر، مش محتاجه اي حاجه غير رز وشوربه وشويه سمنه كده حلوين بقى في اللزاز منه، عشان بقى الدسامه بقى، ودي فته مصري بقى. وشويه ملح وشويه فلفل اسود، بس كده. هكمل الباقي بميه. هنا كنت شوحت الرز بس ما تصورش للاسف، فحطيت السمنه وبعد كده الرز وشوحته، وبعد كده حطيت الملح والفلفل الاسود. حابه ان انت تحطي مرقه حطي، حابه تحطي اي حاجه حطي. انا دي طريقتي وانا بحبه كده، بيبقى لذيذ وخفيف وطعمه غني كده، والسمنه البلدي بتوديه في حته تانية بجد. فلازم يعني كتري كتري سمنه بلدي. وايه، وهنحط دلوقتي الميه بقى، نظبط المعيار بتاع الميه بتاع الرز. انا مش بعمل بكوبايه وكده، انا بعمل بالنظر. ايام ستي وستي كانوا يقولوا لنا عقله بعد الرز، عقله ميه بعد الرز، فطلع مفلفل وتحفه وخطير خطير خطير والله العظيم. كان حلو قوي. هنعمل بقى حبه صلصه كده في اللذيذ منه، حبه صلصه قمر كده. حله سخنه على النار، وهنزل فيهم بمعلقه سمنه كبيره محترمه كده، عليهم معلقه توم. هفضل اشوح التوم كده لحد ما يحمر شويه، يعني يبقى لونه ذهبي. وهنزل عليهم بفنجان من الخل، يعمل تش كده. بجد حبه صلصه والله العظيم بيخلوا الفته في حته تانية. ما بصوا يعني ايه، ما فيهاش افتكاسه، هي ما فيهاش افتكاسه. هي دي مقادير عشان تطلع لك حبه فته حلوين يعني من الاخر. نزلت عليهم بمعلقتين معجون الطماطم، بعد كده نزلت عليهم بعصير طماطم. وهنا بقى التوابل: ملح، فلفل اسود، حبه كمون كده على الرايق. بس كده، دي التوابل. عايزه تحطي مرقه حطي، عايزه تحطي كزبره براحتك، اي حاجه براحتك. هنا حطيت نص معلقه توم باودر، يعزز كده طعم التوم، لان انا بحب طعم التوم جدا الصراحه. فحطيت نص معلقه كده بس صغيره. وبس. هنا بقى الصلصه بتاعتي القمر اتسبكت سمنه كده، طلعت على الوش. اعرفي ان الصلصه خلاص بقت جاهزه. هي كده خلاص بقت جاهزه معايا. هشيلها بقى ونيجي نحمص رغيفين عيش كده حلوين، الكميه اللي انت عايزاها. هنا كنت بقطع العيش بقى براحتك، عايزه تحمصيهم في الفرن تمام، مش هقول لك لا. عايزه